قبل 9 شهور تقريبا دخل علي واحد: السلام عليكم سيف، احنا عندنا شركة، عندنا مزارع منتجعات واستراحات نحجزها للعوائل، وانت لك هدية منا نحن احد المزارع اللي عندنا لمدة يومين، تسرح وتمرح تنبسط انت وعيالك بكل المرافق اللي موجودة في المنتجع هذا بالمجان. طرش لي الفيديو: يا هي مسابح، اسطبل للخيول، مضمار دراجات وسيارات وغير الغرف الفندقية اللي موجودة والحدائق والقاعات، شيء خرافي. قال لي لك لمدة يومين بالمجان يا سيف. قلت له حلو، بالمقابل انك انت تصور وتوثق وتحط ارقامنا واسعارنا والعروض، اي حد من طرف بيحصل يعني سعر خيالي مستحيل يحصله برا. فحزتها، انا كنت مسوي عملية في عيني قبل 9 شهور، كنت مسوي زراعة قرنية. قلت له ما اقدر، اذا بتأجل بعد شهر شهرين اوكي. قال لي لا، ولازم هاليومين ولازم تي. المهم ما اتفقنا، والسبب حزتها ما كنت اطلع. والله بيني وبينكم تحسفت يعني على المزرعة هذه والخدمات وبلاش، تحسفت صراحة. سبحان الله، بعدها بيومين او 3 ايام شفت فيديو لواحد يقول: لحقوا يا جماعة الخير النصب علي. يقول شفت مشهور يصور مزرعة، والمزرعة فيها يعني كل شيء العوائل يتمنونه، من مزارع، من ألعاب، من دراجات، كل شيء تبغى، وبسعر يا بلاش. يقول أنا حجزت، نسيبي حجز، ربيعي حجز، خواتي حجزوا، وآخر شيء اكتشفنا أنه فخ، كلنا دفعنا والشخص هذا خارج الدولة. يقول كل حد شاف الفيديو حجز، يعني دفع فلوس وفلوسه راحت عليه. يقول رحنا للمشهور، المشهور يقول أنا والله تورطت مثلكم، فعلا رحت المنتجع ما دفعت ولا درهم وصورت وكل شيء، ما كنت أعرف أنه حرامي. ديك الأيام كان الموضوع توه في بدايته، ما حد كان يعرف سالفة الحرامية. الآن الموضوع صار أكثر احترافية. الحين في مقاطع فيديو حق مزارع واستراحات فيها أرقام، يتواصل وياك، يحط لك هوية شخص إماراتي، يقول لك ادفع أونلاين. وأنت علشان تكون ذكي، لما تسوي المعاملة مال الدفع بتشوف اسم صاحب الحساب البنكي يطابق الاسم اللي موجود في الهوية الإماراتية، أنت هني بتطمن. لا، ويوم تدفع يطلع لك وصل يقول لك حكومة دبي. يعني هذه غريبة، لا صارت ولا سوت، لكن الحرامي يوهمك أنك أنت في السليم. بعد ما تدفع هني تتأكد أن تم النصب عليك، تصير المكان وتكتشف المكان أصلا مش يعني اللوكيشن اللي عاطنك إياه غلط، وأنت النصب عليك. الموضوع هذا قام يسبب قلق. الحين حاول قد ما تقدر ما تدفع أونلاين، خصوصا في المزارع والاستراحات. شفت إعلان، سير أنت قبل لا تدفع وتفاهم مع المالك مباشرة، ما في غير هالطريقة. أما النصابين بدأوا يزيدوا كل مالهم ويزيدوا، وطرقهم الاحترافية صارت احترافية أكثر من قبل.